صباح الخير. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مربى البلح السماني. عارفين البلح الاصفر ده الموسم بتاعه، او عموما البلح كله. وبعدين هنعمله دلوقتي مربى. هو صعب شوية، بيبقى اكله كده يتعمل مربى، ممكن تتاكل كده بالشوكة، ممكن يتعمل مهروس، يتعمل بالهاند بلندر ويتعمل في السندوتشات. بس انا هعمله وحدات كده ويتحط فيه اللوز بالشكل ده. وهنبدأ دلوقتي مع بعض. بس لو اول مرة تشوفوني، انا فايزة عبد الله. هنبدأ دلوقتي مع بعض بمكونات البلح. هنعمل زي 1.5 كيلو من البلح. طبعا احنا على ما نقشره ونشيل النقع بتاعه فهيبقى تقريبا حوالي كيلو. وبعدين معانا اللوز. لو انتي مش حابة ان انتي تعمليه بلوز مفيش مشكلة، ممكن تعمليه من غير حشو اللوز خالص. اوكي، معانا ده 1.5 كيلو من البلح. هنقشره كده بالمقشرة زي ما شايفين كده. لو انت ممكن تقشري برضو بالسكينة. بناخد القشرة الخارجية كده بسيط، بصوا بالشكل ده. وبعدين هنشيل اللي هي العنقود او الراس اللي هي من فوق كده. طبعا احنا بنغسله الاول، وبعدين هعمل واحدة تانية كده عشان اوريكم الشكل بتاعها. هقشره طبعا كله وارجع لكم تاني بعد ما يتقشر الكمية كلها. انت لو عايزة تعملي اي كمية ممكن ان انت تعمليها. هتوزني البلح بعد لما تشيلي النقع بتاعه، تبقي عارفة الكمية بتاعته قد ايه. توزني ممكن القشر وتوزني النقع، هتعرفي ايه اللي هو اتشال منه. هتعملي على صافي البلح اللي هو من غير بذر ومن غير قشر. لو الكيلو هتحطي عليه كيلو من السكر. كده انا قشرت البلح بالشكل ده، شايفين كده. بعد ما اتقشر انا شطفته تاني. هحط عليه بقى المية، تقريبا 1.5 لتر مية، او اغطي البلح خالص بالمية. مجرد ان انا اغطيه هحطه على البوتاجاز او على النار حوالي ربع ساعة بالظبط. ما تزوديش عن كده علشان ما يبدأش ان هو يعني يدبل قوي البلح، وتقدري يا دوبك ان انتي تشيلي النقع بتاعه. انا حطيته كده على النار. هشيله بقى من المية اللي هي السخنة. المية دي هنحتاجها، ما تترميش علشان هي اللي هنسوي فيها البلح. بصوا هشيل بقى كده النقع بتاع البلح بالستيكس او العصاية الخشب او بالخلة من تحت كده وازقها. هتكون سهلة ان هي تطلع، بس انا البلح سخن في ايديا قوي زي ما شايفينه كده، عمال بيطلع الدخان. لسه مستنيتش ان هو يبرد. بصوا بطلع النقع، تزقيها كده. بس هوريكم يعني كام واحدة. تزقي النقع كده من تحت وهتروح طالعة على طول، مش محتاجة اي مجهود خالص. معانا اللوز، هحط عليه مية سخنة قوي علشان اقدر ان انا اقشره. قلنا طبعا من مرحلة اللوز ده مش يعني لو مش متوفر عندك او مش محتاجة ان انتي تحشيه مفيش اي مشكلة، هتعملي نفس الخطوات من غير حشو اللوز. مجرد ما القشرة اللي فوق طلعت فعلى طول بتدوسي عليها جامد تروح متقشرة متشالة القشرة. انا بكمل باقي البلح بعد ما خلصت اللوز. بكمل باقي البلح لانه كان سخن الحقيقة قوي. انا كده بوزنه
طبعا بعد لما تشال البذر والقشر وكده، فهو في حوالي زي كيلو. انا بعمل ايه بقى كده دلوقتي باللوزة؟ اروح حطاها من تحت لان هي فيها فتحة مطرح النقاية، وانا بحط اللوزة فيها كده. بصوا كل واحدة بلوزاية بالشكل ده. لغاية لما اخلص الكمية كلها. انا عملت اصلي يعني لوز تاني برضو حطيت فيه مية عشان اكمل بقية الكمية لما لقيت اللوز اللي معمول مش مكفي، فحطيت شوية تاني فبقشرهم بالشكل ده كده. خلصت البلح كله. معايا بقى دي المية اللي احنا سلقنا فيها البلح. هنعمل ايه؟ كيلو سكر، ده كيلو يعني بالظبط، وحطيت عليه المية اللي هيتسلقت فيها بالظبط 2.5 كوباية من الكوباية المعيارية. ما تكتريش قوي المية ولا تقللي، هو 2.5 كوباية مظبوطين قوي. حطيتهم على النار، هسيبه حوالي زي نص ساعة بيغلي السكر مع التقليب الأول. وبعدين حطيت عليه عود من القرفة ومعاه القرنفل. احنا عارفين ان هي دي القرنفل والقرفة بيليقوا قوي قوي مع البلح. وبعدين مع الشتاء كده تحس ان هو حاجة شتوية. القرفة يعني هي عايزة الشتاء، وبعدين بتليق قوي قوي مع البلح مع القرنفل، الاتنين مع بعض بيدوا تيست حلو قوي قوي. انا هسيبه طبعا هو بيغلي، ما تخافوش انا مش هيفور، انا هروح شايلاه على طول. هو شكله هو كده بيفور، اي حد يتخض يفكر ان هو هيفور. فانا مجرد ان هو غلي النص ساعة او تلت ساعة حطيت البلح. هسيب البلح مجرد ما البلح يغلي اروح موطيه عليه النار، هسيبه يهدى قوي، نار هادية قوي، وهفضل كل ما يعمل ريم لازم يتشال. شايفين انا كل ما يغلي بيطلع ريم. وطيت بقى عليه النار، هيقعد 1.5 ساعة على النار، وهي النار هادية قوي. شايفين الريحة بتاعته حلوة جدا من القرنفل كمان والقرفة. شايفين اللون بتاعه لما اتغير ادى على يعني ذهبي كده شوية، وبدأ يدخل في السوا. اخد 1.5 ساعة بالظبط. عايزة تختبريه تروحي واخدة معلقة كده تشوفي الصوص بتاعه لما يبرد. شايفين المية بتاعته لما تبرد خالص، لو حسيتي ان هي بدأت تجمد زي الشربات كده. شايفين لما بردت هسيبه شوية برضو، وبعدين اطفي عليه لما اختبره تاني. انا سيبته حوالي 10 دقايق كده، هو كمل السوا بتاعه. عندي البرطمان لازم يكون متعقم كويس قوي ومحطوط في الفرن بعد ما يطفي، يقعد حوالي نص ساعة عشان يتعقم. وتحطي فيه المربى، ما تستعمليش طبعا معلقة تكون مبلولة خالص. بصوا الشكل بتاعه بعد ما خلص. انا فضيته في البرطمان وده في الطبق. بصوا عمل كمية قد ايه حلو قوي قوي قوي. انا باكله الحقيقة بالشوكة كده، وبحبه قوي بالشوكة كده من غير السندوتشات. يعني هو يعني لو السندوتشات بيبقى عايز ان هو يتفرم او يتعمل بالهاند بلندر، بس هو كده بيبقى طعمه عامل زي الحلويات اللي هي المسكرة.
يتاكل كده بالشوكة او يتقدم كده بالشوكة، حلو قوي. يا ريت تجربوه. ودلوقتي الموسم بتاع البلح، فتلحقيه بقى قبل ما يخلص. وبعدين مقادير البلح كلها بتكون واحد، البلح الأحمر أو البلح الأصفر كله المقدار بتاعه بيكون واحد. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو جديد.